مساء الخير عليكم جميعا. من فترة لفترة أحب إني أصور في الليل من باب التغيير، مو دائما صباح صباح. نديكم فائدة قبل لا نقول لكم تصبحوا على خير. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقالوا لهذول خلود فلا موت وهذول خلود فلا موت، أحكيكم عن موقف عظيم يا جماعة. في يوم الجمعة في الجنة وإحنا قاعدين مستمتعين إن شاء الله في الجنة، ينادي منادي: يا أهل الجنة اخرجوا إلى وادي المزيد. وادي في الجنة اسمه وادي المزيد. الرسول يقول: ما يعلم طوله وعرضه وسعته إلا الله. يخرجوا له كل أهل الجنة. الوادي فيه كثبان من المسك، الكثبان زي الجبال كده، كل راس كثيب يوصل إلى السماء، هذه كلها مسك. يخرج في هذا الوادي كل أهل الجنة حتى الأنبياء والرسل، بس الأنبياء والرسل يكونوا جالسين على منابر من نور، أما البقية يكونوا جالسين على كراسي من ياقوت. لا إله إلا الله، الله لا يحرمنا. هم جالسين على المنابر والكراسي هذه، الله عز وجل يرسل ريح جميلة طيبة اسمها المثيرة. إيش تسوي الريح؟ تنثر عليهم الكثبان حقة المسك، تدخل بين شعورهم، تدخل جوه ثيابهم، وتجي في وجيههم واجسامهم، وفجأة يسمعوا صوت الله عز وجل. يا الله، إيش يقول لهم؟ يا عبادي سلوني فهذا يوم المزيد. كلهم بصوت واحد يقولوا: قد رضينا فارض عنا. احنا خلاص كده راضيين مكتفين، بس باقي انك ترضى عننا يا رب. فيقول لهم: لو لم أرضى عنكم لما أسكنتكم جنتي. خلاص أنا راضي عنكم، سلوني فهذا يوم المزيد. يقولها للمرة الثانية. فكلهم يا جماعة بصوت واحد يطلبوا طلب واحد: أرنا وجهك ننظر إليه يا الله. فيكشف الله عز وجل الحجب، فنشوفوا يا جماعة كده رأي العين قدامنا، نشوفوا الله اللي خلقنا، اللي دبر أمورنا، اللي ربانا، اللي رزقنا. وينتشر نور الله عز وجل على جميع أهل الجنة، نور جميل عظيم، كل أهل الجنة يغشاهم من نور الله سبحانه وتعالى. وبعدها كل واحد يرجع بيته بعد ما شاف الله عز وجل، ويزداد جماله الضعف. احنا ندخل الجنة واحنا في جمال يوسف، ويزداد الضعف. وكل جمعة على هذا الحال ينادينا الله ويكلمنا، ويزداد جمالنا الضعف إلى أبد الآبدين. يا رب لا تحرمنا فضلك.